بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. مهما كان الكون عليه في البداية قبل حوالي 13 مليار و700 مليون عام، نعتقد بأنه كان صغيرا وبأنه كان فضاء متناهي الصغر. ثم حدث شيء سبب حدوث أعظم انفجار في التاريخ. في جزء من المليار من المليار من المليار من الثانية نما الكون من حجم صغير بحجم رأس الدبوس ليمتد حتى مليارات الكيلومترات، ثم وجدت كل الأشياء التي نراها في الكون اليوم. كل ذلك حدث دون إصدار أي صوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله كذبوا على الله وجوههم مسودة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء
أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يا من يرى مس البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل يا من يرى ويرى مناخ عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي يا من يرى مس البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأجل يا من يرى ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي ويرى قرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول يا من يرى ما كان مني في الزمان الأول يا من يرى ما كان مني في الزمان الأول يا من يرى ويرى وصول غذا الجنين ببطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمقل يا من يرى ويرى مكان الوطئ من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل يا من يرى ببطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمقل يا من يرى ويرى مكان الوطن من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل ويرى ويسمع حسها هو دونها في قاع بحر مظلم متهول أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول يا
الله جل وعلا أخبرنا أنه جعل الأرض قرارا وأرساها بالجبال وثبتها وجعلها قرارا لعباده عليها يسيرون وعليها ينامون وفيها يحرثون ويغرسون الأشجار وفي بحارها كذلك يعملون ما يعملون لطلب الرزق. فإذا زعم زاعم أو صور مصور أنها تسبح في الفضاء لم يلزم من ذلك أن يكون صادقا، سواء كان شيوعيا أو نصرانيا أو يهوديا أو مسلما. كلام الله أصدق من الجميع، والإنسان قد يتصور الشيء أنه يدور أو يسبح بالحركة وليس له كما قال، فإنما يكون في الجو وما يكون في رأي الرائي وهو بعيد عنه لا يلمسه ولا يتيقن ما يقوله هؤلاء وما يصوره هؤلاء. فما أخبر الله عنه أنه يتحرك هو كما أخبر سبحانه وتعالى، وما شاهده الناس من سير الكواكب هو كما أخبر كما يرى ويشاهد. وأما زعم الزاعمين لأن هذا يدل على أن الأرض تدور وأنها تسبح في الفضاء وأنها محتركة، والله يقول جعل هذا لنا قرارا وقالوا رواسي أن تميد بكم، وبين سبحانه وتعالى أنه ثبتها بالجبال وأرساها وجعلها لها أوتادا، فالواجب التمسك بهذا والأخذ بهذا، وأنها لا تميد ولا تضطرب ولا تدور ولو دارت أحس بها العباد. إذا جاء زلازل ولو زلازل قليلة عرفها الناس، وربما هلك من حولها إذا عظمت الزلزلة وتهدمت البيوت وسقطت الأشجار وما هلك الناس بأقل زلزلة. هذه التي يحكيها الناس من هؤلاء الفضائيين أو غيرهم ويزعمون أنها تدل على حركة الأرض ودورانها، ليس لنا أن نسلم لهم ذلك ولا يمكن أن نسلم لهم ذلك إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أو شيء نلمسه بأيدينا ونراه بأبصارنا ونعقله لا شبهة فيه. فإذا وجد ذلك أمكن أن تميل بالاضطراب الذي يضر الناس، وأن الحركة التي لا تضر الناس من ضرران وغيره لا تخالف الميل الذي ذكره الله. أما أن نفسر الميل بالاضطراب فقط ونقول أنها تدور وتتحرك ولكن ليس ميلا فهذا يحتاج إلى دليل، ومن قنع بذلك ورأى وشاهد واعتقد لا يضره ذلك، ومن لم يعتقد ذلك ولم يظهر له ما يخالف ذلك لا يضره اعتقاده الذي يراه صحيحا ويراه موافقا لكتاب الله، فكل واحد له اعتقاده. ومن اعتقد ما هو ظاهر له من كتاب الله فهو يؤمن، ومن شاهد أشياء وتيقنها يقينا وأن هناك حركة لا تمنع وصف الأرض بأنها غير مائدة وأنها قرار بل هو دوران خاص لا ينافي كونها قرارا ولا ينافي كونها قد أرست بالجبال ولا ينافي كونها لا تميد، بل يتيقن هذا وعرفه بقلبه وصدقه بعينه فلا لوم عليه إذا اعتقد ذلك، وليس له يوم الآخرين وليس له يقدح في الآخرين لأنه لم يعلم ما علم، وكل له علم. كما أن من علم أن الحكم الفلاني هو التحريم أو الوجوب والآخر أشكل عليه ذلك ليس له يوم من علم، فالحجة حجة على من لم يعلم، ومن علم وحد الحجة على من لم يحفظ ولم يعلم، وكل له حجته وكل له دليل. فأنا أعتقد وقد كتبت في هذا كتابة منذ السنوات أعتقد أنها قارة كما قال الله، وأنها لا تدور ولا تضطرب ولا تتحرك بل هي ثابتة، وقد ذكرت كلام أهل العلم في ذلك. ومن زعم خلاف ذلك فإن كان متيقنا فلا لوم عليه وله ما اعتقد ولا يلزمنا أن نوافقه ونقلده ولا يلزمه أن يقلدنا ومن قال بقوله. هذا يقول: هل الأرض ثابتة أم تتحرك؟ ثابتة ولا تتحرك؟
في الحقيقة الذي عليه علماؤنا كالشيخ الإمام عبد العزيز بن باز والشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى أن الأرض ثابتة لا تتحرك، وهذا هو مقتضى النصوص ومقتضى العقل أصلا. ولكن بعض مثل المسعري هذا يسخر من فتوى الشيخ عبد صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وهو يعني رجل عقلاني فلا يلتفت إليه. ولكن الأرض كما أخبر جل وعلا أنها ثابتة أن تميد بكم، وأخبر أن الشمس هي التي تدور والشمس تجري لمستقر لها، وقال جل وعلا عن الشمس والقمر وكل في فلك يسبحون، وقال جل وعلا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هذا من الأدلة، والأدلة أيضا كثيرة عن الشمس هي التي تدور. الأدلة العقلية بارك الله فيكم، أنكم تقولون أنهم يعني نظريات ومدري كيف، حتى نحن عندنا نظريات وعندنا عقول كمسلمين. أولا نحن الآن في أين؟ نذهب إلى مطار الشارقة، نريد أن نذهب إلى الصين بالطيارة، واضح؟ ركزوا معي. هذه الأرض إذا قلتم أنها تدور، إذا خرجنا من مطار الشارقة برحلة دولية إلى الصين، الأرض تدور صح؟ طيب لو وقفت الطائرة في السماء أليست الصين تأتي؟ صح ولا لا؟ تدور، تأتي الصين ولا ما تأتي؟ طيب لو كانت الشمس الأرض تدور هكذا، لو تمشي الطيارة ما أدري كم تمشي لن تستطيع أن تلحق الصين، لأن الصين تدور وأنت تدور، ولن تستطيع أن تصل إلى الصين لأنك تدور وهي تدور، فكيف تصل إلى الصين؟ ثانيا من الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من البيت المعمور. أين البيت المعمور؟ في السماء السابعة، محاذاة إيش؟ قال عليه الصلاة والسلام لو سقط على إيش؟ على الكعبة. أنتم تقولون الأرض تدور، طيب لو سقط هذا والأرض تدور ما يسقط على الكعبة، يسقط في البحر أو يسقط في المحيط أو يسقط في البر، هكذا. هذا يدل على أن الأرض ثابتة، أن البيت المعمور لو سقط يسقط ما إيش؟ مباشرة محاذاة الكعبة، يدل على أن الأرض ثابتة. وهذا يا أخوان يعني أنتم مباشرة إذا يعني لا يأتي شخص ويقول كذا وكذا وكذا ونطير به، عندنا نصوص ثابتة وعندنا علوم شرعية نرجع إليها. ولذا الغرب، وهذا مما يعني توسع فيه بعض الناس من الإعجاز العلمي وكذا، وانظر إلى القرآن يفعل كذا وكذا، يقول هذا مذكور في القرآن قبل 1400 سنة وكذا. طيب لماذا لم تكتشفوه بما أنه في كتابكم من 1400 سنة وأنه كذا وكذا؟ قالوا صعدنا إلى القمر وما صعدوا إلى القمر ولا شافوا قمر، وكله صنعوه في هوليود مدري فين، وقالوا وخرجوا إلى القمر ولا شيء، ونحن صدقناهم وجرينا خلفهم. وإلا فالعلماء قديما وحديثا على أن الأرض مبسوطة، على أن الأرض مبسوطة مسطحة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وكذا في سورة الشمس والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، طحاها بسطها ومدها. فهذا الذي عليه علماء السلف، وفيهم من أفتى بكفر من قال بكروية الأرض. لذا قلت ينشغل الإنسان بما ينفعه، ينشغل الإنسان بما ينفعه بما يعود عليه نفعه. والقول قول ربنا سبحانه وتعالى. ما الدليل على أن الأرض كروية؟ في علم الجغرافيا أنك ترى قمم الجبال أو ترى أعلى السفينة أو صعدوا إلى الفضاء ورأوا الأرض كروية. وهل هذا يعول عليه ويهدر كلام ربنا وتفسير علماء السلف؟ هذا يقول به مسلم عاقل؟ فالقول قول ربنا سبحانه، الأرض سطحها ربنا وهي مدحوة. والآية اللي قرأتها قبل لحظة أنه جنة عرضها السماوات والأرض، فهذه دللت على أنه الأرض هي مسطحة. الشمس بالنسبة لها هي اللي تدور حول الأرض لأنها هي الأصغر من الأرض بموجب الآيات القرآنية. أنت هل يوم من الأيام رأيت الشمس كيف تتحرك؟ أنا رأيتها تتحرك الشمس. كيف؟ تتحرك الشمس حركة واحدة في كل 24 ساعة.
لأنه أنا لما أحكي على العلم القرآني، هو يحكي لي على العلم اللي أنا رافضه أساسا، وهو العلم الحديث اللي يدرسون به، وهذا علم بدع لم يكن له أي حقيقة في القرآن الكريم، لأنه ما توجد أي آية في القرآن ترمز إلى كروية الأرض أو دورانها. فكل شيء اللي ما يرمز إلى شيء بالقرآن فهو باطل. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Assalamu alaikum. This one is flat earth proof Muslim prayer direction. And just to let everybody know that the Kaaba is the direction that we pray, not what we pray to. We pray to Allah, which is the creator of everything you see, everything you don't see. We don't pray to the Kaaba. We pray to the creator of the Kaaba. We just face that and say our prayers. And according to this, you face northeast to say your prayers in the Chicago area. Now, according to the ball shape, you would be praying southeast. And northeast would be praying to Greenland. But on the flat earth, northeast faces Mecca or faces the Kaaba. And then the southeast is how you like in South America somewhere. يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء لصحبة أهل معافة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء ترى وجوها ناظرات فوق المنابر في السماء فإذا سألت فإنهم قوم لباسهم الوفاء يدعون في الليل البهيم يا ربنا اقبل ذا الدعاء يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء يا رب إنا مذنبون يا رب إنا مشفقون يا رب إنا راغبون في جنة فوق السماء في جنة الخلد التي رفع الرسول لها اللواء يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي. بسم الله الرحمن الرحيم
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق